السلام عليكم مشاهدينا الكرام. طبعا اليوم عندنا قبيلة عقيل، وأيضا الشيخ العام لقبيلة عقيل مطشر الفالح. نشوف عمق هذه العشيرة ودور شيخها العام المغفور إليه مطشر الفالح في إدارة هذه القبيلة، وما جاء بعد من أولاده وأحفاده في إدارة هذه القبيلة والمحافظة على تاريخها وعمقها وسلميتها ومسارها الصحيح المتميز من بين أغلب العشائر المتواجدة حاليا، خاصة ونحن نعيش هذه يعني الأيام، نهايات عمر الكون، نهايات الأرض، نهايات الأحداث يعني المتسارعة. يعني الروايات صدقت حقيقة، يعني لما يأتي يوم يصبح الدين كالجمرة في اليد. نلاحظ يعني هسه هاي الأحداث اللي نعيشها، فنرجع نتأصل حقيقة بهذه الأصول وبهذه التقاليد اللي تحملها عشيرة عقيل وأيضا شيوخها ورموزها وأعمدتها وقاماتها المتواجدين على أفخاذها وفروعها واتصالاتها الأدنى فالأدنى، ابتداء برموزها في هرم الإمارة مالتها. هسه نجي نشوف أين كانت قبيلة عقيل، أين كان وجود قبيلة عقيل. طبعا من خلال ما راح نعرض يعني الفيديو اللي يتحدث لنا عن وجودها. طبعا كانت جنوب تركيا وتتصل بالشام وصولا إلى جنوب بغداد. كل هذه هي كانت عبارة عن إمارة كبيرة يعني في هذا المجال. العقيليون سلالة عربية تنتمي إلى قبيلة عامر بن صعصعة، عاصمتهم الموصل، ما بين عام 368 حتى 489 للهجرة. بعد سقوط دولة الحمدانيين في الموصل، تولى محمد بن المسيب حكمها من قبل البويهيين. اختلف أمراء العقيليين على السلطة وتنازعوا فيما بينهم، واستطاع الأمير قرواش بن المقلد العقيلي أن يحسم الصراع لصالحه، فاستولى على الحكم في الموصل والجزيرة. سنة 50 و400 للهجرة تحالف الأمير قرواش بن بدران العقيلي مع أرسلان التركي المعروف بالبساسيري، والذي ثار على الخليفة القائم بالله العباسي لصالح الفاطميين، ودخل معه بغداد. ثم تم إرسال الخليفة منفيا عند أمير حديثة مهارش بن مجلي الندوي. بلغت الدولة أوجها في عهد مسلم بن قرواش، وامتدت أطراف مملكته من بغداد شرقا حتى حلب غربا. قام الأمير مسلم بن قرواش بالتخلي عن مساندته للفاطميين، وتحالف مع السلطان السلجوقي ألب أرسلان، ثم انقلب مرة أخرى وتحول إلى مناصرة الفاطميين، مما استعدى السلاجقة عليه، فاقتحموا الموصل بعد أن فر منها، وانتهى أمره بأن قتل في إحدى المعارك معهم. استمر العقيليون في حكم الموصل من قبل السلاجقة إلى أن قام هؤلاء بخلعهم نهائيا عام 482 للهجرة، وكان آخر أمرائهم علي بن مسلم بن قرواش، بعد أن استمر حكمهم في الموصل قرابة 117 عام. نشوف بعد الخلافات اللي أشعلتها الدول الكبرى في قلب عشيرة عقيل وتمزقها. أين ذهبت إمارة قبيلة عقيل؟ طبعا هنا الشيخ مطشر الفالح يتحدث لنا أنه جدول فالح الموجود بالجزيرة العربية في محافظة ذي قار، اللي ينبع من واسط مرورا بذي قار وصولا إلى ميسان. بعد ذلك حدثت منازعات بين العشائر وبين عقيل على التجارة، فصارت الحكومة ضدهم العثمانية. أبعدت شيوخهم صالح الغنامي العقيلي وعبد الله الخنيني، أبعدتهم إلى جنوب العراق، فبنوا قلعة صالح، هاي قلعة صالح اللي بالعمارة باسم صالح الغنامي العقيلي. يعني هو عقيلي. هذول أولاده لا يزالون في بغداد، زين. أحفاده هسه في بغداد. سكنوا منطقة هذه، فجروا قسم من عشائر عقيل من بغداد بعد خلافهم مع العثمانيين
إلى الجنوب. عشيرة عقيل بنفس الاسم، العشيرة اللي اجت للجنوب سكنت منطقة اسمها الجزرة بين الكوت والناصرية. زين. أراضي الجزرة بها عقيل لا يزالون هسه تمتج بين الحي والقلعة جدول اسمه جدول عقيل. هو هذا اريد نسولف عليه. إيه؟ بس بعد ما تكمل. ايه هذا الجدول، فبعدين سكنوا على هذا الجدول، مددوه عقيل بساحة مكروه، مو على كراية الدولة كرتها مترين، عقيل سووه 10 ومددوه 60 كيلو بدل 20 60. توزعت عليهم هاي الأراضي، كانت أميرية هاي الأراضي من الكوت للعمارة. أعطوهم هاي الأراضي 70,000 دونم توزعت على عقيل. طبعا على يد فالح الغلام، على يد غلام أو ما بعده من الآباء أثناء حفر هذا الجدول المهم والتاريخي. وثقل عقيل يعني أعيد في هذه المنطقة، منطقة الجزرة اللي هو في منطقة جدول فالح. إلا أنه يعني ومن خلال تتبعنا للفيديوهات وأيضا الأرشيف الإعلامي في القنوات، قناة البينة الجنوبية وأيضا قناة الجنوبية وقناة المسار وقنوات أخرى العراقية منها، نشوف شنو حياة عقيل واللي يعني جعل عقيل ترتحل ثقلها من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى في بغداد والكوت ومناطق أخرى، ولم يتبقى إلا ضفاف الأنهر، يعني نهر الغراف، ضفاف قرية آل علي، آل حمد، هذه القرى، ومدينة الحي، وأيضا قرية آل مشيرف، وقرى يعني موزعة على نهر الأبيض، وقرى المشراقة، وقرى طبعا هذه القرى، وقرية آل فالح. كل هذه القرى اللي لا زالت موجودة حاليا هي نتيجة وجودها على ضفاف الأنهر. أما الأماكن اللي كانت مندفعة فيعني الجفاف أثر ورحلت نتيجة الشح المائي. نشرة الإخبارية من قناة البينة، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تفاصيل النشرة. إلى وسط إذ حذر شيوخ العشائر في وسط من ازدياد الهجرة نحو المدن بسبب شحة المياه. شيخ عشائر عقيل أو عقيل الشيخ فالح مطشر شكى من قلة المياه التي دفعت المزارعين إلى الهجرة إلى المدن للبحث عن لقمة العيش وهجران آلاف الدونمات التي بدأت تأخذ طريقها إلى التصحر وارتفاع اللسان الملحي فيها. ودعا الشيخ فالح الحكومتان المحلية والاتحادية للعمل من أجل إبقاء الفلاح في أرضه لزراعتها بدلا من هجرته إلى المدينة. في هذا الوقت الأخير بدأ ينقص مياه الغراف، صار 5 سنوات الناس أخذت ترتحل إلى المدن لأن ماي ماكو، زرع ماكو، وعيشتها على الزراعة. فالآن قلت، كان تعدادهم في هذا الجدول أكثر من 12,000 بيت، والآن لا يتجاوزون 3000 بيت. الباقين ومتهيئين هم للرحيل لأن ماي ماكو، يعتمدون على ماء الآبار، وهم الآبار لا تكفي، تكون مالحة أو مرة، والحكومة ما التفتت إنه ولا سوت تنظيم للغراف حتى ياخذ كل من حقه، واخذ القوي ياخذ الضعيف. مقدمة الحي تسد الماء على جهة الحي، وابو الجلعة يسد على الجلعة، والرفاع على واخر الماء يودونه للبصرة. نشوف هذه العشيرة طبعا. خلينا نشوف أهمية عشيرة عقيل ولماذا عشيرة عقيل محسودة حسب قول طلال الشراد العقيلي اللي هو عضو اتحاد المؤرخين العرب وأيضا عضو الرابطة العراقية للتاريخ والأنساب. خلينا نشوف شو يتحدث. حقيقة عقيل مو كونا يعني أنا عقيلي أو قاعد نضيف عقيل، لكن كل المؤرخين يعرفون إلها تاريخ عريق جدا، يعني يكاد يكون محسود من كل قبائل العرب. عقيل ترجع إلى جدها الأعلى الأقدم اللي هو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهم إحدى قبائل هوازن المضرية العدنانية. عقيل كان لهم دور كبير منذ العهد الجاهلي وحتى يومنا هذا المعاصر. كان لهم إمارات متعددة في أغلب الأقطار، يعني في إمارة بني عقيل في العهد العباسي حكمت من جنوب تركيا، هسه اللي يدعون بها أردوغان يدعي بالموصل وغيرها. احنا
بني عقيل كنا نحكم كل نص تركيا. هذا تاريخ مثبت عند تاريخ مثبت. نعم أكيد. نعم، ماردين وديار بكر وغيرها كانوا يحكموها بني عقيل اللي هسه تتبع الدوله التركيه، اللواء الاسكندرون اللي احتلوه من سوريا ايضا نعم. كانوا يحكمونه، نعم. والشام ولا حد المدائن كانوا يحكموها بني عقيل. نعم. 106 سنين، بالاضافه الى امارات متعدده اخرى في الجزيره العربيه في الحسا والقطيف وفي نجد وغيرها. أيضا ثقل هذه العشيرة اللي متواجدة في العراق والوطن العربي، ثقلها من بين العشائر. يعني إذا أخذنا أبرز 21 عشيرة، طبعا حسب المؤرخين اللي ذكرون 21 قبيلة رئيسية في العراق والوطن العربي، طبعا تعد ذكروا إمارة عقيل وأنطوا هاي الإمارة الرقم 15. يعني ربيعة رقمها 11، وفي من ناحية الحجم، وتجي قبيلة عقيل أو إمارة عقيل هي تحتل الرقم 11، وتجي وراها قبائل بني جبر، بني مالك، بني قيس، الأوس، الخزرج، هذه حتى نصل إلى 21 قبيلة من أبرز القبائل العربية المتواجدة حاليا، اللي هي قبيلة عقيل تحتل الرقم 15. خلنا نشوف. بعد ما عرفنا تاريخ هذه القبيلة وأهميتها ونسبها وعمقها، خلنا نشوف حارث مطشر الفالح شي يقول عن اللي ما يعرف هذه القبيلة. تاريخ عقيل موجود، نعم. والما يعرف عقيل ما يعرف العرب، والما يعرف العرب ما يعرف التاريخ، والما يعرف التاريخ هذا مشكك بعروبيته. خلنا نشوف أيضا حجم قبيلة عقيل من ناحية القبائل الأخرى اللي هي منضوية تحتها. خلنا نشوف هذه القبائل اللي هي قبائل خويلد، قبائل المنتفق ما تسمى بالمنتفج، وقبائل عبادة وما إلى ذلك من القبائل الضخمة اللي هي لا زالت نسبها يرتبط بقبيلة عقيل. بني عقيل لهم عدة تفرعات ضخمة جدا، منهم مثلا قبيلة عبادة. قبيلة عبادة تنتشر من الموصل وحتى البصرة بالإضافة للأقطار العربية الأخرى. قبيلة خفاجة في وسط وجنوب العراق. قبيلة عفوا المنتفج يعني نسميها باللهجة العامية، أيضا في جنوب العراق. الأجود، خويلد، خالد، قبائل متعددة ضخمة جدا كلها ترجع إلى بني عقيل. ومن أبرز هذه القبائل هي قبيلة عقيل اللي هم أولاد عامر نسبة إلى جدهم عامر بن عقيل. أيضا إذا رجعنا إلى قبيلة عقيل، يعني فروعها الرئيسية هي 4، وقسم من يعتبر الرؤوس أو قبيلة عقيل يرجحها إلى نصفين، هم آل بو شهب وآل بو عمار. خلنا نشوف أحد شيوخنا الأجلاء ايش يتحدث عن عمق ورؤوس عشيرة عقيل الحالية، فضلا عن انه يعني اذا اخذنا العشائر المتفرعة تصل الى اكثر من 50 فخذ متفرع من هذين الرأسين او الرؤوس ال4. خلنا نشوف. عندنا قبيلتين عقيل بصراحة نصيفتين رئيسية في العراق وحتى في الوطن العربي. النصيفتين البو شهب نسبة إلى محمد الأشهب اللي أنا أنتمي له، وعمام عقيل البو عمار. أيضا نشوف ما هي العلاقة بين عشيرة عقيل وعشيرة كعب. العقيل أيضا هم بطن من كعب، وخفاجة أيضا بطن من كعب، فالجد الجامع كعب، لكن الجد البعيد هو عامر بن صعصع. طبعا أولاد عامر بن صعصع هم عشائر كعب وعشائر بني كلاب وعشائر النمير، أو 4 أو 5 عشائر. كل هذه العشائر تنتمي إلى كعب. نشوف
إلى عامر بن صعصعة، نشوف قبيلة كعب ماذا يتفرع منها. طبعا من ضمن فروع قبيلة كعب هو فرع عقيل، يعني عقيل يرجع إلى ربيعة إلى كعب، أو كعب إلى كعب وكعب إلى ربيعة، هناك اختلاف، إلا أنه يعني المسلم أنه عقيل هي فرع من أفرع كعب، عشيرة كعب. خلينا نشوف التواشج اللي رسمها أن الشيخ مطشر الفالح بعد يعني نزع شيخ قبيلة كعب عقالة نتيجة حادثة مؤسفة أصابت قبيلته. ان شاء الله ستر وسلام ان شاء الله. تعال خذ لي صوره انا وياك. هاي وياك مش عليك حالي، لا تطلع بالصوره بهالعقال قدام اي صديق يجي. الرمادي يجون بغداد لان طلع عقبنا ذات العقال. الى هنا نصل واياكم الى اكمال هذه الامسيه عن عشيرتنا عشيره عقيل. انتظرونا في لقاءات اخرى عن عشائر أصيلة وعن أعراف أصيلة وعن وجوه أصيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.